اهلا بيكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل مع بعض وصفه سهله جدا، اقتصاديه جدا. شكلها وطعمها ان شاء الله هيعجب كل اللي هيدوقها. بجد طعمها وريحتها في منتهى الجمال. يلا بينا نبدا ونشوف هنعملها مع بعض ازاي. النهارده هنحشيها حشوه بسيطه، حشوه بطاطس. انتوا تقدروا تغيروا في الحشو زي ما انتوا حابين. اهم حاجه يا ريت ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو لو عجبكم. ويلا بينا نبدأ ونشوف هنعملها ازاي. انا النهاردة هعمل حوالي 600 جرام من الدقيق، يعني ما يعادل تقريبا 5 كوبايات، وهي على فكرة ملهاش عيار. المهم انا الكمية اللي معايا 600 جرام دقيق، دول اخدوا مني حوالي كوبايتين الا ربع من المية ونص معلقة صغيرة من الملح. ما حطيتش لا سكر ولا هنحط اي حاجة تاني خالص. يعني هي مكونات العجينة دقيق ومية وملح. تمام، هنعجن فيها لحد ما تكون معايا عجينة متماسكة. انتوا تقدروا تعملوا الكمية اللي انتوا عايزينها. انا هنا عاملة 600، يعني حوالي 5 كوبايات. تقدروا تعملوا كوباية دقيق واحدة او كوبايتين، الكمية اللي انت عايزاها. هنعجن فيها لحد ما تتلم وتحسي كده ان الطبق نضف وخلاص، وهنسيبها يعني تعجني فيها بتاع 4 أو 5 دقايق كده، مش كتير وخلاص. لان هنركنها فترة ترتاح، وفترة الراحة دي للعجينة بتكون بتساعد كأنك عجنتي مدة طويلة. فانا سبتها خلاص ترتاح، وبنحضر بقى الحشوة بتاعتي. الحشو انتوا حرين. هنا انا استخدمت 4 حبات من البطاطس، قشرتهم كده وانا واقفة، وحاطة مية على البوتاجاز اهي هتغلي. حطيت فيها معلقة ملح، والبطاطس قشرتها وقطعتها واتغسلت كويس، وحطيتها عشان تتسلق حوالي 10 دقايق. مش هتاخد اكتر من كده لان احنا مقطعينها متقشرة ومتقطعة، فمش هتاخد منك اي وقت. بعد ما عدى عليها حوالي 10 دقايق هشيلها بقى من المية بتاعتها وهنصفيها. باخدها كده وعلى طول وهي سخنة نهرسها بسرعة وهي سخنة، يعني ما تستنيش عليها عشان هتتهرس معاكي أسرع كده وهتكون أفضل. بنعمها كويس جدا اهو بالهراسة. وبعد كده هنروح على البوتاجاز. معايا الطاسة حطيت فيها معلقتين أو 3 من الزيت، بصلاية كبيرة أو بصلتين متوسطين قطعتهم كده جوليان، يعني شرايح طويلة بس عريضة شوية كده زي ما انتوا شايفينها كده، أو قطعيها زي ما انت حابة بالسكينة، بلاش الكبة. هقلبها لحد ما تدبل. حطيت رشة ملح حوالي ربع معلقة ملح لأن هحط مكعب مرق. هقلب فيها لحد ما تدبل بس انا مش عايزاها ايه يعني تاخد اي لون، تطرى كده حاجة بسيطة. ده مكعب من المرق، من مكعب مرقة خضروات هحطه كده، والبصلة سخنة عشان يدوب ويعني يدي طعم كده لباقي الخضار اللي احنا هنحطه. هنا معايا 2 فلفل رومي متقطعين اللي هما الاخضر دول رومي، و2 قرن فلفل احمر. شطة. حطيت رشة فلفل اسود، وهنحط معلقة صغيرة كمون اهي، حبة كمون صغيرين، وهقلبهم تقليب كويس جدا مع بعض عشان ياخدوا من طعم بعض. بس بعد كده هنجيب بقى البطاطس بتاعتنا. الاول هحط صلصة طماطم. حطيت معلقتين او 3. الصلصة دي انا اللي عاملاها بس طالعة جميلة جدا، مفيهاش بذور خالص. طعمها وريحتها حلوين جدا. تقدروا تحطوا لو مفيش صلصة حبيتين طماطم قطعيهم صغير ويضيفيهم عليهم بدل الصلصة. هنجيب بقى البطاطس بتاعتنا هنضيفها على الخلطة اللي احنا هرسناها، سلقناها وهرسناها. هقلبهم كده مع بعض. صدقوني كان طعمها جميل جدا جدا. طعم الخلطة دي حلو خالص خالص. جربوها. وطبعا عشان البطاطس متملحة فانا حطيت رشة ملح صغيرة. هنروح بقى للعجينة بتاعتنا. كانت ارتاحت خلاص، عفرتها كده بشوية دقيق عشان اعرف اتحكم فيها واقطعها اهو. قطعوا الفطاير اللي انتوا عايزينها، بس كل ما كانت الفطاير صغيرة بيكون افضل على فكرة عشان تقدروا تتحكموا فيها في التحمير. هنقطعها الاول كده. عايزة اقول لكم ان هي الحبة دول، يعني حتة العجينة دي عملت معايا حوالي مش بالتأكيد حاجة و20، يعني حاجة و20 فطيرة. هما مش العدد اللي انتوا شايفينه ده، كانوا انا وانا يعني بجهز فيهم بكورهم كده. كان في واحدة كبيرة واحدة صغيرة، فقطعت من هنا حطيت هنا، فالعدد زاد غير اللي انتوا شايفينه ده اللي انا قطعته.
المهم هنكورهم كده كويس وهنركنهم على جنب، وهبدأ بأول واحدة أنا عملتها اللي بتكون ارتاحت أكتر فهتبقى سهلة عليك في الفرد. هنا أنا عملت أول واحدة أهو، يعني إيه رشيت لها، كنت برش دقيق كتير، يعني حاولوا إن كنتوا وأنتوا بتفردوا تعفروا بالدقيق بس مش كمية كبيرة، عشان وقت ما تيجوا تحمروا في الزيت يعني ما تخليش الزيت بتاعكم يتحرق بسرعة من الدقيق اللي هيكون فيها. خلاص اهو انا بفرد دي، تفرديها كويس جدا، كل ما فردتيها رقيقة هتديكي طعم احلى، بتبقى عاملة زي الرقاق الرقيق قوي او زي الجلاش كده، بتبقى جميلة جدا. وهي طالما ارتاحت هتبص تلاقيهم اتفردوا معاكي في ثواني، يعني عارفة ما بياخدوش، بس سيبيهم يرتاحوا بس شوية. جبت طاسة الكريب اللي انا هسوي فيها، وهنروح على البوتاجاز على طول نسويها. على فكرة تقدري تعملي في أي طاسة، مش لازم طاسة كريب تيفال ولا أي حاجة، لا هو مش بتلزق، في أي صينية ألمونيا عندك ممكن على ظهر الصينية وتعملي عادي، فهتستوي معاكي برضو. فأنا دي عشان عندي فسهلت لي، يعني خدتها وعملت فيها على طول. خلاص دي أول واحدة أهي. كان الدقيق فيها كتير ولسه عاملاها، الدقيق العجينة ما شربتش أي حاجة من الدقيق، إنما في الآخر أنا كنت بقى عملت مثلا حوالي 5 6 واركنهم على جنب، وبروح مولعة مسويهم، ما بتاخدش، مجرد العجينة لونها ما يغير في الطاسة خلاص تشيليها، وبحطها في طبق، وبحط الطبق في شنطة كده أهو زي ما انتوا شايفين، عشان يفضل طري ما تنشفش مني، عشان لما أجي أحشيها أعرف أتحكم فيها. خلاص بعد كده اهو الطاسة تمسحيها بمنديل كده، كل كام واحدة تمسحيها لازم، عشان ما تغيرش لون الفطيرة معاكي. اهو ما بياخدوش وقت خالص خالص، يعني انت لو جهزتيهم فردتيهم كلهم تركنيهم على جنب وتحطي بينهم بين الطبقات دقيق، هتيجي على النار مش هتاخد منك دقايق بسيطة جدا جدا، هتلاقي نفسك خلصتيها على طول. اي باش تشيليها بيضة لونها ابيض، ما تخليهاش لما تلون، لان احنا لسه هنحمرها. خلاص حطيناهم في شنطة كده على جنب عشان يبقوا طراي، وباخد دي ورا دي. في الوقت ده انا كنت عملت كمية وركناها على جنب، وباخد منها وبسوي على طول، يعني مش لسه استنى لما افرد وكل شوية اولع واطفي. دول نص الكمية على فكرة، دول مش كلهم، انا كنت عملت شوية سيرفيس وطلعته للولاد كلوه، فده الباقي. خلاص كده هنجيب بقى ونبتدي نحشي. على فكرة عايزة اقول لكم ان كل ما قللته في الحشوة هتكون طعمها احلى، لو كترت الحشوة مش هتحس بطعم الرقاق اللي احنا عملناه ده، يعني مش هتحسي بطعمه خالص، انما كده تقللي الحشوة طعمها بيكون احلى بكتير. فحاولوا ما تكتريش الحشوة، وبرضو براحتكم انتوا حرين. هنا كان عندي جبنة، الجبنة دي انا اللي عاملاها، جبنة بعملها نباتي بالشوفان، جميلة جدا طعمها حلو قوي. لو عايزين طريقتها هسيبها لكم في صندوق الوصف، وفي اول تعليق مثبت هسيب لكم طريقة الجبنة، ولو نسيتوا بفكروني في التعليقات للي حابب يعرفها. خلاص هنا مسحة زيت بقى في نفس الطاسة، يعني مسحتها بمنديل الأول من الدقيق اللي كان فيها، وبعد كده في نفس الطاسة معلقتين أو 3 زيت مش كتير، وهنبتدي نحمر فيهم. برضو في التحمير صدقوني ما بياخدوش وقت، وخلي بالكم ان كل حاجة مستوية، حتى العجينة تعتبر مستوية، احنا بس هنقرمشها ونديها لون. مش هتاخد معاكم اي وقت، في دقايق معدودة بجد هتلاقي نفسكم خلصتوا كل الكمية. لو في حاجة نسيت اقول عليها واسألوني وقولوا لي وانا هرد عليكم. طبعا الحشوة زي ما قلت لكم تقدروا تغيروا في الحشوة زي ما انتوا حابين، تقدروا تحشوها اي لحوم اي حاجة انتوا حابينها. بس احنا طبعا حشوينها، الحشوة بتاعتنا النهاردة حشوة نباتي للناس اللي عايزاها. خلاص هنا هاخد واحدة تاني اهو، انا كانت الطبق بعيد عشان اوسع الترابيزة، وبحط الجبنة اللي بقيت احط الجبنة الاول. تقدروا تحطوا انتوا تومية، عارفة ممكن تحشوها طعمية على فكرة، وتطبقوها تطبيقة مختلفة عن كده وتدوها تحميرة، تبقى عاملة زي الكريب، يعني هي شبه الكريب شوية. ما تكتروش من الحشوة وطبقي، لان هي العجينة رقيقة، حتة عجينة صغيرة جدا بس احنا فردينها فرقيقة جدا، هتحسوا بطعم القرمشة بتاعتها وانتوا بتاكلوها، بتبقى لذيذة جدا. وكل ما الطاسة تفضى زودوا نقطة زيت كده، معلقة يعني مش كتير، حاجة بسيطة بس عشان الفطاير تتحمر معاكم. جميلة جدا جدا، خفيفة في الأكل،
وطعمها وريحتها بجد عجبت الكل. جربوها وانتوا هتعرفوا ان انا بقول لكم فعلا صح، كلامي صح يعني. جربوها ان شاء الله تعجبكم. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو اللي وصل لحد هنا، واشتركوا في القناة لو ما اشتركتوش، وجربوا الوصفة بتاعتي دي ان شاء الله تتبسطوا بيها. اهو انا كنت بحشي وبحط على طول في الطاسة، انما الفطاير عملتها مرة واحدة في الاول، يعني كنت فرداهم وكنت بسوي مرة واحدة كده. خلصنا ده اول طبق، ده كان اول طبق انا عملته. هوريكم الطبق التاني، ده اتاكل وانا كنت لسه مخلصتش. هوريكم بقى الطبق التاني. هتشوفوه الطبق التاني حتى عملت فيه طبقت فيه 2 كده تطبيقات مختلفة. هوريكم برضو الفطاير الصغيرة اللي انا عملتها. بصوا شكلها حلو ازاي وطعمها احلى، بجد طعمها جميل جدا. واحلى حاجة ان هي مش مكلفة، ما بتاخدش اي وقت، ولا بيض ولا لبن ولا زبدة ولا سمنة ولا اي حاجة خالص. هو الدقيق والملح والحشوة البسيطة دي، وهتعملوا اكلة حلوة جدا جدا. بصوا رقيقة ازاي، يعني ما ينفعش تحط فيها حشوة كتير، واللي حابب يحط حشوة كتير حط براحتكم. ده كان اول طبق. اوريكم بقى الطبق التاني. ده كان تاني طبق. اول طبق زي ما قلت لكم كان اتاكل وانا كنت لسه ما خلصتش. وهنا طبقت تطبيقة مختلفة، حطيت الحشوة كده في نص الفطيرة ولفتها كده زي الرول. ودي فطاير صغيرة شوية، دول كان حجمهم اصغر شوية اهو. يعني الحجم اللي انتوا عايزين تعملوه اعملوه. وبس كده خلص الفيديو بتاعنا، ويا رب يعجبكم، ونشوفكم على خير فيديو جديد. ما تنسوش اللايك للفيديو، وباي باي.